شباب تانية اعدادي، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا ان شاء الله كويسين وكل حاجة تكون ماشية معاكم ان شاء الله كويس. الفيديو الاخير في الترم الاول، الفيديو المنتظر الجامد جدا، وهو تسريب ليلة الامتحان 2026 واهم الافكار المتوقعة واهم الاسئلة المتوقعة واهم الحاجات اللي المفروض تذاكرها عشان هتلاقيها في الامتحان بتاعك تاني يوم. اسمع كلام انا. طيب، بعد ما اشرح البي دي اف ده هنبعته لك على جروبات الواتساب، او حضرتك لو بقى عايز تريح دماغك اكتب معايا واسمع كلامي. اي جزئية انت فاكرها الحمد لله الحمد لله، ما تذاكرهاش خلاص، ما انت فاكرها. اي جزئيه حاسس ان انت متلقلق فيها فهي جايه لك في الامتحان، فحضرتك لازم تضمنها كويس. طب هضمنها ازاي؟ هتروح على فيديو المراجعه، تمام؟ اللي هو فيديو ساعتين وشويه ده بتاع ال5 ورقات بتوع المراجعه. هتروح تتفرج على الاجزاء اللي ناقصاك، او ممكن ترجع لليوتيوب تشوف انا منزل المنهج كله، تشوف الجزء اللي ناقصك في انهي درس وتتفرج عليه. بس انا بحاول ايه عشان ما فيش وقت نلخص الدنيا. اوعى تدخل الامتحان من غير ما تبقى مراجع ومذاكر كل كلمة هقولها دلوقتي. تمام كده؟ يلا سمي الله. كشكولك الجميل، ورقتك الجميلة، قلمك الجميل، كوباية القهوة، لا انت لسه صغير على القهوة، كوباية الشاي انت لسه صغير عليه، هات نسكويكك، عصيرك، بسكوتك، وتعالى بسرعة عشان نفنش الدنيا. تعالى بقى كده ندخل في الموضوع على طول. انا همسك يونت هتكلم عنها واقول لك ايه الافكار اللي هتلاقيها ان شاء الله باذن الله في الامتحان بتاعك. نبدا بيونت 1 وبالراحه كده. نبدا بيونت 1. لازم حبيب قلبي، لازم يا بابا، رقم واحد كده تبقى عارف السوليد والليكويد والجاز. ايوه، ابقى عارف ايه بقى؟ تبقى عارف الاتراكشن فورس، ده ضروري جدا تبقى عارف الاتراكشن فورس، مين عنده اتراكشن فورس عاليه مين ما عندوش. لازم كمان تبقى عارف الانتر بارتيكل سبيس. وقلت لك ان دايما السوليد عكس الجاز والليكويد في النص. لازم تبقى عارف ان السوليد عنده اتراكشن فورس قويه سبيس قليله، الجاز اتراكشن فورس قليله سبيس كبيره، الليكويد في النص. طيب دي هيجي لك عليها 3 اسئله في الامتحان. الحاجه الثانيه لازم تبقى عارف حاجه مهمه. هي الماده بتتغير عن طريق ايه؟ لا اما تاخد هيت لا اما تلوز هيت. طب لو خدت هيت هيحصل كام عمليه؟ عمليتين. لا اما عمليه اسمها الميلتنج بروسيس او الميلتنج بوينت، وعمليه تانية اسمها البويلنج بوينت او الايفابوريشن. طب لو انا خسرت حراره، لا اما هيحصل فريزنج بروسيس لا اما هيحصل عمليه الكوندنسيشن بروسيس. حلو كده. لازم تبقى عارف الميلتنج الماده بتتحول من ايه لايه، والبويلنج من ايه لايه، الفريزنج بوينت من ايه لايه، والكوندنسيشن من ايه لايه. في عمليتين تانيين عمري ما انساهم لان بيجي عليهم اسئله كتير. هي عمليه الديبوزيشن وعمليه السبليميشن، والاثنين عكس بعض. وخد بالك السبليميشن انا بص باخد حراره بسخن، الديبوزيشن لا بفقد حراره بسقع. الخطوه اللي بعد كده لازم حبيب قلبي تبقى عارف ايه الفرق ما بين البويلنج بوينت وايه الفرق ما بين البويلنج بوينت والايفابوريشن. بمنتهى البساطه كده، البويلنج بوينت بتحصل عند درجه حراره معينه وبتحصل في الميه كلها، في الووتر كلها. الايفابوريشن لا، بتحصل at any temperature عند اي درجه حراره، بس بشرط لازم تبقى بيلو تحت البويلنج بوينت. الحاجه الثانيه الايفابوريشن بيحصل على السيرفيس اوف ووتر، بيحصل على سطح الميه بس. وطبعا البويلنج بياخد شورت تايم، الميه بتغلي على طول، لكن الايفابوريشن بياخد لونج تايم.
طيب دي الحاجه رقم 3. الحاجه الرابعه بقى اللي انا محتاجك تبقى مذاكرها كويس، هيجي عليها اسئله، كل كلمه انا بقولها هتلاقي بكره عليها اسئله في الامتحان، اسمع كلامي. طيب 4، لازم تبقى عارف ايه انواع السيستم اللي عند حضرتك. عند حضرتك اوبن سيستم، عند حضرتك كلوزد سيستم، عند حضرتك ايزوليتد سيستم. طبعا الاوبن سيستم بيكستشينج هيت وماتر مع السراوندنج، المنطقه المحيطه بيه. الكلوزد بيكستشينج انرجي بس، ماتر لا. الايزوليتد ولا ده ولا ده. الايزوليتد، طب الايزوليتد زي ايه؟ زي الترمس. الكلوز زي ايه؟ زي البيبسي، علبه الكنز بتاعت البيبسي. الاوبن زي ايه؟ زي كوبايه الشاي. لازم تبقى عارف الكلام ده، الكلام ده خطير 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 خطير. لازم كمان تبقى عارف، مهمه جدا، ان الحاجه اللي عندها سبيسيفيك هيت عاليه وماسها كتيره، يعني تقيله كميتها كبيره والسبيسيفيك هيت بتاعتها عاليه، دي بص بقى، بص بتسخن ببطء. الانكريزنج في التمبريتشر بيبقى فيري سلو، الزياده اللي بتحصل لها في درجه الحراره بتبقى فيري سلو، بطيئه جدا، بتبقى بطيئه جدا. عشان كده الاويل 1 لتر من الاويل 1 لتر من الووتر، مين يسخن اسرع؟ اللي هيسخن اسرع هو الاويل. ليه؟ عشان عنده سبيسيفيك هيت قليله، بينما الووتر هتسخن ببطء عشان عندها سبيسيفيك هيت عاليه. فكل ما الماس تزيد، كل ما السبيسيفيك هيت تزيد، الانكريس في التمبريتشر بيبقى بطيء، الزياده في درجه الحراره بتبقى بطيئه. بعد كده اتكلمنا على حاجه مهمه، وهي ان الحراره ممكن توصل لي، دي النقطه الكام دي؟ يبقى دي النقطه الرابعه. الحراره ممكن توصل لي عن طريق بعض الميثودز، بعض الطرق، يعني الكوندكشن والكونفكشن والراديشن. الكوندكشن والكونفكشن والراديشن. ايوه فهمني بقى، كوندكشن ده ايه اللي بيحصل؟ قال لك الكوندكشن انت الحراره، ركز كده، الحراره بتتنقل لك عن طريق الاجسام الصلبه، ولازم يبقوا كونتاكت، لازم يبقوا لامسين بعض. الكونفكشن بتوصل لك عن طريق الاير وعن طريق الليكويد. يعني اقدر اقول بدل ما اقول ليكويد واير اقول فلويدز، صح؟ وما تنساش حاجه، ان الهواء السخن بيطلع لفوق عشان الدنسيتي بتاعته قليله، ليس دنس. والهواء الساقع، الهواء الكولد، بينزل لتحت عشان عنده مور دنس. فيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ايه بقى؟ ليه التكييف بحطه فوق؟ ليه التكييف بحطه at the top of room؟ ليه بحطه على قمه الغرفه بتاعتي؟ هقول because the cold air has more density fall down while hot air less density rise up. less density rise او less dense rise up. الهواء الساقع ينزل لتحت، السخن يطلع لفوق. هتقول نفس الاجابه لو قال لك ليه الهيتر بحطه تحت. هتقول نفس الاجابه لو جه قال لك ليه الفريزر بحطه في التوب اوف فريدج، بحطه في قمه الثلاجه. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي انا مهم جدا 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 تبقى عارفها هي الراديشن. الراديشن دي بقى، بص الراديشن دي يعني الشمس. لو الحراره اتنقلت لك عن طريق الشمس، اسمع كلامي، لو الحراره اتنقلت لك عن طريق الشمس يبقى راديشن، يبقى راديشن. وده يودينا لايه بقى؟ ليه بلبس هدوم فاتحه؟ ليه بلبس هدوم فاتحه؟ ليه بلبس وايت كلوزز في الصيف؟ طب ليه بلبس بلاك كلوزز في الشتاء زي اللي احنا فيه؟ والله بلبس وايت كلوزز عشان ارفلكت اللايت. طب ليه بلبس بلاك في الشتاء؟ عشان ابزورب اللايت، امتص الضوء. طيب كده انا قلت لك اهم النقط اللي انا محتاجها في يونت 1. لو في حاجه انت مش مذاكرها كويس هتروح على طول على الفيديو اللي انا لمم لك فيه المنهج كله في 5 ورقات تراجع الحاجات دي. طيب تعالى على يونت 2. يونت 2 بقى قصتها ايه؟ عشان يونت 2 دي قصتها قصه. بص يا باشا، تعالى يا يونت 2. يونت 2 بقى يا ولاد، لازم تبقى عارف ان انا عندي نوعين من التغيرات، لا اما تغير فيزيكال لا اما تغير كيميكال. ايه الفرق بين الاثنين؟ هنا الشكل بس، نوت الكيميكال كومبوزيشن، مش في التركيبه الكيميائيه.
التركيبه الكيميائيه ما جتش جنبها. هنا التغير في الشكل وفي التركيبه الكيميائيه. زي مثلا الميه، سقعتها، جمدتها، بخرتها، التغير في الشكل. التركيبه الكيميائيه لا. طب الكيميكال لا. زي مثلا الحديد لما يصدي، زي مثلا الورقه لما احرقها. التغير حصل في الشكل وفي التركيبه الكيميائيه. طيب بص بقى، ده هيجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ لو حطيت سيلفر نايتريت على صوديوم كلورايد هتطلع لحضرتك ايه؟ هيطلع لحضرتك ماده بيضاء اسمها سيلفر كلورايد، ماده بيضاء. ده راسب بقول عليه وايت، بقول عليه وايت بي بي تي. اول ما تشوف كلمه سيلفر نايتريت صوديوم كلورايد تبقى عارف ان في راسب. الراسب ده لونه بيتغير لفايلوت مع ضوء الشمس. اول ما ضوء الشمس يخبط في هذا الراسب الابيض يتحول لونه لفايلوت. المعادله الثانيه ودي مهمه قوي، ام جي مع اتش سي ال. طبعا هيطلع لك ام جي سي ال 2 وهيدروجين جاز. الهيدروجين جاز ده بيعمل بوب ساوند. يجي يقول لك ازاي اتاكد ان حصل تفاعل؟ والله عن طريق تكوين الماده البيضاء هنا لو دول اتفاعلوا مع بعض، او عن طريق خروج بوب ساوند ايفولوشن اوف جاز، عن طريق خروج جاز اسمه الهيدروجين بصوت فرقعه اسمه بوب ساوند. مهم قوي يا جماعه الكلام ده، مهم قوي. الحاجه الثانيه، انا عندي ماده اسمها الكبر سلفيت. لونها ايه الكبر سلفيت دي؟ لونها ازرق. قال لك لو حطيت عليها زنك اللون الازرق ده بيختفي وبيتحول ريدش براون. ايه السبب؟ السبب ان الزنك ضرب الكبر وخد السلفيت والكبر خرج راسب. بس الكبر ده لونه ايه؟ لونه ريدش، لونه ريدش براون. يعني ريدش براون، يعني ريدش براون يعني بني محمر. يبقى اللون الازرق لو اختفى للون شفاف وطلع كتل من اللون البني المحمر يبقى كده حصل التفاعل. دي اهم الحاجات. دي اهم الحاجات موجوده في كل الامتحانات، الثلاث حاجات دول. اسمع كلام انا. طيب تعالى بقى معايا على، ودي حاجه مهمه خالص، مهمه 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 يعني، وهي ايه بقى؟ ازاي اقدر اعمل كيميكال بالانس. دي انا مش هشرحها للاسف لان هي ما فيهاش شرح، اتشرحت كتير، فلازم تبقى متعلم ازاي تعمل بالانس. طب ما تعلمني دلوقتي؟ اقول لك لا، انا بقول لك الافكار اللي جايه في الامتحان. اي فكره حاسس ان انت مش فاهمها كويس، حتى لما انا قلتها دلوقتي تروح تتفرج عليها في الفيديو بتاع المراجعه على طول. لازم تبقى عارف ازاي تعمل بالانس. هيجي لك سؤال على البالانس، والله هيجي لك سؤال على البالانس، لازم يجي لك سؤال على البالانس، لازم وضروري واجباري. طيب بص بقى، انا عندي حاجه اسمها فاتس، عندي حاجه اسمها بروتين، عندي حاجه اسمها كربوهيدرات. لازم يجي لك سؤال عن ايه بقى؟ بص بقى، اهميه كل واحده. يقول لك ايه اهميه الكربوهيدرات؟ ايه اهميه البروتين؟ ايه اهميه الفات؟ دي سهله، دي سهله مفيش فيها مشكله. خد بالك الفاتس هي بس اهميه انها بتديني طاقه، ملهاش اهميات تانية. لكن البروتين والكربوهيدرات ليها فوائد كتيره. الفكره بقى، الكربوهيدرات زي ايه؟ قال لك زي الجلوكوز، ده لو ايه مونوساكرايد، او زي الستارش، ده لو بولي ساكرايد. الجلوكوز ده بكشف عنه بايه؟ بمحلول اسمه بينيدكت بلو سولوشن. والله. طب والستارش؟ ايودين سولوشن. لازم تبقى عارف اللون بيتحول من ايه لايه. طبعا يا اولاد البينيدكت بلو سولوشن اللون كان بيتحول لكذا درجه، جرين لو السكر خفيف، يلو لو السكر متوسط، تمام، او اورنج لو السكر متوسط، ريد لو السكر عالي. فهو البينيدكت بلو سولوشن ليه كذا تدريج على حسب تركيز السكر. الايودين ده لونه يلوش براون زي البتادين، لونه بني مصفر او اصفر، في بني كده اصفر مبين. اول ما احطه على الستارش اللون على طول يقلب دارك بلو. طب البروتين؟ قال لك البروتين بكتشفه بمحلول اسمه بايوريت. لو في بروتين اللون بيتحول لفايلوت على طول. بعد كده الفات بكتشفها بحاجه اسمها السودان اي في. دي اهم الافكار واهم الاسئله اللي هتلاقيها بكره في الامتحان. انا بقول لك اسمع كلام انا، اسمع كلام انا اللي بكشف بيه عن كل حاجه من دول.
ايه اللي بكشف بيه عن كل حاجه من دول؟ اسمع كلام اخوك انا، اسمع كلام انا. طيب بص بقى، احنا كده نكون خلصنا يونت ايه؟ يونت 2. تعالى على يونت 3. يونت 3 بقى اللي عامله مشاكل وعامله ازمه، انا هلمها لك في دقيقتين. بص يا باشا، لازم تبقى عارف الاتي. ايه الاتي؟ لازم تبقى عارف الفوتوسينثيس بتحصل فين، عشان ده كلام مهم. ولازم تبقى عارف السيلر ريسبيريشن بتحصل فين. والله ركز بقى كده، الفوتوسينثيس بتحصل في حاجه اسمها كلوروبلاست. الكلوروبلاست دي الفوتوسينثيس بتحصل فيها في كام مكان؟ في مكانين، حاجه اسمها الجرانيوم، حاجه اسمها الاستروما. والاستروما دي فيها انزيم بيساعد على التفاعلات اللي بقول عليها اللايت اندبندنت. والجرانيوم دي فيها حاجه اسمها السايلاكويد، فيها حاجه اسمها الكلوروفيل. والكلوروفيل ده بيمتص اللون الاحمر والازرق وبيعكس الاخضر. فعشان كده في الجرانيوم، عشان في كلوروفيل، عشان في ضوء بيمتص، بتحصل التفاعلات اللي بقول عليها لايت ديبندنت. ولازم تراجع على الكلام ده، لايت ديبندنت رياكشن، لايت ديبندنت رياكشن. في مشكله في الكلام ده؟ طب تعالى على السيلر ريسبيريشن. السيلر ريسبيريشن بيحصل في حاجه اسمها ميتوكوندريا. والله ميتوكوندريا. والميتوكوندريا دي تمام فيها حاجه اسمها الماتريكس اللي فيها الانزيم اللي بتساعد على حدوث بعض التفاعلات. وفي حاجه اسمها الكريست اللوليو اللي بتساعد على زياده السيرفس، عشان السيرفس يزيد فيحصل حرق للجلوكوز كتير ويحصل انتاج طاقه كتير. الكريست اللي هي عامله زي السمول انتستين دي. طيب لازم تبقى عارف، هو انا في الفوتوسينثيس بكسر ولا ببني؟ لا، انا في الفوتوسينثيس ببني، بعمل حاجه اسمها انابوليزم. طب وفي السيلر ريسبيريشن؟ لا، انا بعمل حاجه اسمها كاتابوليزم. المعادلات بتاعت الفوتوسينثيس شكلها ايه؟ بص، 6 كربون دايوكسيد، 6 H2O في وجود ضوء الشمس السان لايت يطلع لك 1 جلوكوز و6 اكسجين. 6 6 1 6. طب لو انا عكست بقى، عايز اعمل بتاعت السيلر ريسبيريشن، هتاخد الواحده جلوكوز وتحط عليها 6 اكسجين وتقوم مطلعه معاك 6 كربون دايوكسيد و6 ووتر واي تي بي. الاي تي بي بقى الطاقه. يبقى المعادله دي هي معادله هي معادله السيلر ريسبيريشن، بينما المعادله دي هي معادله الفوتوسينثيس. مهم جدا الكلام ده. طيب ما تنساش حاجه مهمه، هي ايه اللايت ديبندنت رياكشن؟ ايه التفاعلات اللي بتحتاج الضوء اللي بتحصل في الجرانيوم او الجرانا؟ والله ان الميه بيدخل عليها الضوء يفششها لغاز اسمه غاز الهيدروجين وغاز اسمه غاز الاكسجين. الاكسجين بنشمه، الهيدروجين ده بقى بص بيقوم رايح على الاستروما. الاستروما السائل اللي جوه الكلوروبلاست، بيلاقي الكربون دايوكسيد قاعد مستنيه، وبيلاقي الانزيم كمان قاعد مستنيه. الانزيم ده هو هيخلي الهيدروجين يتفاعل مع الكربون دايوكسيد. ليه؟ عشان يطلع الجلوكوز. يبقى الحته دي التي لا تعتمد على الضوء تعتمد على الانزيم، والحته دي هي الحته التي تعتمد على الضوء تعتمد على اللايت. تعالى ده كده في الفوتوسينثيس. تعالى في الميتوكوندريا. طبعا احنا عندنا السيل دي فيها سيتوبلازم سائل كده، خدناه السنه اللي فاتت وخدتوه في ابتدائي. وبعد كده حته اللحمه اللي اسمها الايه؟ اللي اسمها الميتوكوندريا. قال لك بص بقى، الجلوكوز دخل للسيتوبلازم. الجلوكوز اللي دخل للسيتوبلازم ده، اسمع بقى، الميه تقوم داخله عليه، الاتش 2 او تقوم داخله عليه، الميه تقوم داخله عليه، تكسره لايه؟ لحاجه اسمها بايروفيك اسيد. الميه تكسر الجلوكوز لحاجه اسمها بايروفيك اسيد. ما احتاجناش لاكسجين. العمليه دي حصلت فين؟ حصلت في السيتوبلازم. حصلت في السيتوبلازم. طيب جميل. بعد كده البايروفيك اسيد ده بقى يقوم داخل على الميتوكوندريا، يلاقي مين مستنيه في الميتوكوندريا؟ الاكسجين، فيحرق
البيروفيك اسيد، الاكسجين جوه الميتوكوندريا في الماتريكس يحرق البيروفيك اسيد ويطلع كربون دايوكسيد زائد اي تي بي زائد الكترون. بعد كده الالكترون ده يبتدي مع الاي تي بي، تمام، يبتدي يطلع حاجه اسمها H2O ميه وكميه اي تي بي كتيره 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 بس. يبقى الخطوه الاولى هي الجلوكوز، الميه كسرته البيروفيك اسيد. الخطوه الثانيه البيروفيك اسيد دخل على الميتوكوندريا لقى الاكسجين، اوبا الاكسجين حرق وطلع كربون دايوكسيد واي تي بي والكترون. الاي تي بي والالكترون يكملوا الخطوه الثالثه عشان تطلع الووتر فيبر وكميه كبيره من الاي تي بي. طيب تعالى معايا بقى، كل دي حاجات هتلاقيها بكره في الامتحان. تعالى بقى على يونت 4، اليونت الاخيره. اسم العالم ألفريد فيجنر، ده مهم ذاكره كويس، اللي عمل الكونتيننتال دريفت، الانجراف القاري. لازم تبقى عارف انا عندي كام حركه. عندي حاجه اسمها divergent movement، كلمه divergent movement يعني الحركه التباعديه. عندي حاجه اسمها convergent movement، الحركه التقاربيه. وعندي حاجه اسمها transform movement. لازم تبقى عارف كل movement بتعمل ايه، لازم تبقى عارف كل حركه من دول بتطلع ايه. يعني الحركه دي مثلا بتبقى الماجما طالعه لفوق بتتحرك لفوق، فبتحرك التكتونيك بليت بعيد عن بعض، فبتعمل لي الريد سي والجريت ريفت، الهدود الافريقي العظيم. هنا لازم تبقى عارف ان الماجما بتتحرك لتحت، فبتخلي التكتونيك بليت بيلزقوا في بعض. والترانسفورم طبعا سان اندرياس فولت نتيجه الترانسفورم موفمنت، هم بيتحركوا باراليل لبعض بالشكل ده. الحاجه الثانيه ودي عبيطه قوي، يعني بص كده، الزلزال بيعمل ايه؟ الارثكويك بيعمل ايه؟ سببه ايه؟ البركان. بص عليه كده في السريع، مش هكمل معاك دقيقتين، مهم قوي برضو. هيجي لك ده او ده، هيجي لك سؤال واحد بس، تمام؟ هنا لا، هيجي لك اسئله كتير. يعني هنا زي ما قلت لك البحر الاحمر والهدود الافريقي العظيم، الجريت ريفت وريد سي. هنا بقى عندك الهيمالايا، وعندك الانديس ماونتن، وعندك الايلاند، الجابانيز ايلاند، جزيره اليابان. عندك حاجات كتير لازم تذاكر الحركات دي، لازم وضروري. طبعا ما ننساش طبعا المينرال، وتحفظ المينرال اللي لونه اصفر، اللي لونه بينك وفايلوت، المايكا والكوارتز، والسلفر والاوليفين والبيروكسين. احفظ المينرال كويس، ضروري جدا، بالذات الكوارتز، بالذات المعدن اللي الستات بتستخدمه اللي اسمه الجالينا عشان عنده ميتاليك كلاستر، تمام؟ راجع على المينرال، ضروري جدا جدا. واحنا عندنا يا اولاد تربتين، تربه اسمها ترانسبورتد، وهفاجئك دلوقتي، تربه اسمها ترانسبورتد سويل، وتربه ثانيه اسمها سيدنتري سويل. والله هيجي لك كومبير ما بينهم اهو، والله هيجي لك كومبير ما بينهم، يقول لك قارن ما بين الترانسبورتد والسيدنتري. يقول لك اديني مثال، هتقول له والله زي النيل دلتا، هنا النيل دلتا، وهنا تقول له مثلا الاويسز او الماريوت. طب التعريف سهل طبعا، حلنا كتير على السيدنتري والترانسبورتد سويل. لو انت دخلت الامتحان في حاجه من دول مش مذاكرها مش مراجعها، لا تلومن الا نفسك. طيب وكده اكون خلصت كل حاجه تخص المراجعه. مش فاضل غير حاجه واحده بس، ان حضرتك تدخل الامتحان وتيجي تفرحني، لان احنا تعبنا كتير جدا الترم ده، تمام؟ تيجي تفرحني ونشوفكم على 1000 مليون سلامة إن شاء الله الترم التاني. واستنوا مفاجآت كتير وشغل جامد قوي. ما تنساش إن كل كلمة أنا قايلها هنا لازم تكتبها. طب مش قادر تكتبها، هبعت لك الPDF على الجروب. شكرا، باي باي، مع السلامة.